يا جماعه بعد بقى ما طلعت بقى من الفرن، شوفوا التسويه بتاعتها. تحفه. شوفوا طريه ازاي خالص. العجينه بتاعتها طريه قوي قوي قوي. بصوا يا جماعه، شوفوا. اتفضلوا بقى معانا. التسويه بتاعتها يا جماعه طريه بقى معانا بقى ازاي. بصوا شوفوا شوفوا العجينه عامله ازاي. بصوا يا جماعه، بصوا شوفوا العجينه ولا بتتقطع ولا اي حاجه. بصوا سفنجي خالص ازاي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معانا دلوقتي البيتزا بتاعتنا. شوفوا شوفوا يا جماعه تحفه. الطريقه بقى ازاي، روعه روعه من البيتزا، والروايح روعه. العجينه هشه وجميله ازاي. بصوا يا جماعه، من غير بقى اللي في الفرن. شوفوا الشكل. شوفوا الجمال. دي بقى بالفراخ، عملتها بالفراخ اهي. دي عاملاها بالفراخ، التانية من غير فراخ. معانا هنا كوباية حليب دافيانة، ومعلقة كبيرة خميرة، ومعلقتين سكر صغيرين. هنقلبهم. وهنا تلت كوباية زيت ننزل عليها اهو. تلت كوباية زيت. ورشة الملح هنا سنة كده صغيرة ملح. وهنا كوبايتين ونص دقيق منخول. وهنا معلقة بيكنج باودر. تقلبوهم بقى كده. نقلبها بقى كده بايدينا. بصوا يا جماعه، قلنا بقى نعجن فيها. شوفوا النعوميه بتاعتها طريه بقى خالص ازاي. احنا عاوزينها بقى بالقوام بقى بتاعها ده، مش عجينه بقى متماسكه. عايزينها بقى ايه طريه كده، عجينه ايه بتلزق بسيط كده. شوفوا طريه كده، شوفوا ما بتلزقش في الايد. نلفها بقى كده بالاسترتش بقى كده. هنعمل بقى صلصة البيتزا. معانا هنا معلقتين زيت، هنا بصلة مفرومة ناعم، خليها كده ناعمة.
وهنا معلقه صغيره خالص سن توم كده، صغيره قوي. نقلبها بقى مع البصله الناعمه دي. معانا هنا نص كيلو طماطم من غير قشر، تعملها في الخلاط بس من غير قشر، تقشريها اهي. ننزل عليها بقى بالبهارات كده، زعتر وهنا فلفل اسود وملح. خلاص بقى كده نحط عليها دقيقتين كده ونرجع لها تاني. كده بقى قوامها، وهنا معلقتين كاتشب، خلاص بقى كده بقت جاهزه، خلاص كده جهزت كده اهي. هنطفي بقى عليها. يا جماعه معانا هنا الفلفل الاحمر والاخضر والاصفر كده، هنحطهم في طاسه لغايه ما تسخن، ونقوم حاطينهم ونرش عليهم حبه ملح كده بسيط من غير اي ماده دهنيه خالص، لغايه بس يبقوا دبلانين بس كده. بقى معانا حاجات بسيطه عشان نحطها بقى على وش البيتزا كده. بقى رشه الملح نحطهم على النار بقى 3 دقايق بس كده، ونطفي عليها. حطينا اهي من غير اي ماده دهنيه اهي الفلفله على البوتاجاز اهي. بصوا يا جماعه خلاص كده خدتش حاجه وطفينا عليها طول. بصوا يا جماعه معلش النور اتقطع شوفوا كملت بقى ازاي، بقت عليه ايه ما شاء الله. عامله ازاي مش لازقه في الطبق ولا اي حاجه. هنقطعها بقى كده قطع اهي يا جماعه. شوفوا قرصناها بقى كده جواها مسويه، ونغطيها بقى كده شويه لغايه بس ايه العجينه بس ترتاح. خلاص بصوا يا جماعه خلص بقى كده. نحط كده بقى اول واحده بقى كده، بقى كده كلها كده يا جماعه. عملناها بقى بالشوكه هي كلها. نحط بس كده معلقه صلصه، نحط بقى جبنه الموتزاريلا بقى كده يا جماعه. الجبنه بقى كده من فوق الصلصه. يا جماعه نحط بقى كده الزيتون ماشي، نحط الفلفل الالوان، اصبحت بقى جاهزه خلاص. هنوديها الفرن على درجه 180، يكون الفرن سخن وشغال قبل منها
ب10 دقايق يا جماعه، وننزله على درجه الحراره 180. يا جماعه دي بقى الفراخ، عملت بها البيتزا برضو التانية من غير فراخ، ودي لا شوفوا الجمال والروايح تحفه بصراحه.